السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نحضرها بطريقة مختلفة شوية، سهلة وسريعة وبسيطة ومش تاخد مننا وقت خالص، وهي دي أسهل وأسرع حاجة ممكن ناكلها جنب كوباية الشاي أو كوباية النسكافيه أو نقدمها لضيوفنا. اذكري الله صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تعالوا نبدأ مع مقادير وطريقة التحضير. هنستخدم 2 بيض بس عشان نعمل الكيك بتاعتنا. هنحط 2 بيض في الخلاط وهنحط عليهم كوباية الا ربع من السكر ونص كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت ورشة من الفانيليا، يعني نستخدمها سايلة نستخدمها باودر مفيش مشكلة خالص. وبعد كده هنضربهم مع بعض كويس جدا جدا في الخلاط لغاية ما يمتزجوا مع بعض كويس قوي. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعملي لايك وتقولي بتتابعيني منين. اضربي مكونات مع بعضها شوية حلوين كده في الخلاط عشان السكر يدوب معانا والمكونات كلها تدوب وما يبقاش فيها اي سكر كده لسه ما دابش. هنضربهم كويس مع بعض زي ما قلنا كده في الخلاط، وبعد كده هنجيب اي وعاء عميق عشان نصب فيه المكونات دي ونكمل اضافة المكونات الجافة اللي موجودة معانا. هنحط المكونات كده في الطبق بتاعنا او في الوعاء، وبعد كده هنجيب كيس من البيكنج باودر، هناخد منه معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، يعني مش الكيس كله، حوالي 3/4 الكيس كده. بعد كده بقى هنبتدي نضيف الدقيق شوية بشوية ونقلب. هناخد حوالي 1.5 كوباية من الدقيق ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ما نقلبهم هنجيب معلقة صغيرة مليانة على الاخر، يعني هرمية كده، او معلقة كبيرة ممسوحة من الكاكاو الخام البودرة، وهنحط عليها نص الخليط اللي موجود معانا ونقلبهم مع بعض عشان يبقى عندي خليط فانيليا وخليط كاكاو. طبعا عشان نعادل نفس القوام بتاعها بنحط معلقة كبيرة كده من الحليب علشان ما يبقاش تقيل قوي ومتكتل معانا، ونعرف ان احنا نقلبه ونخلطه كويس. وزي ما قلت لك كده هيبقى عندنا خليط من الكيك الفانيليا وخليط من كيك بالكاكاو. احسن واسهل حاجه في الوصفه دي انها ما بتاخدش معانا وقت خالص، ونقدر نحضرها في اي وقت كده احنا واقفين فيه في المطبخ، حتى بنحضر الغداء او اي حاجه عادي ان احنا نحضرها جنبيه كده. بعد كده بقى طريقة كده تشكيل سهلة وبسيطة علشان يبقى عندنا كيك فانيليا وكيك كاكاو. هناخد كده شوية من كيك الفانيليا وشوية، طبعا انا مستخدمة معلقة الايس كريم عشان انا عايزة معلقة بس مجوفة، انما مفيش اي سبب تاني ليها يعني. بس هنحط شوية من ده وشوية من ده لغاية ما نعمل لغاية ما نفضي كل الكمية اللي موجودة معانا بالشكل ده اهو. اي شويات بقى بقوا معانا نحطهم على نفس النوع فوقيه، يعني شويه من الفانيليا متبقيين معانا نحطهم في الناحيه الفانيليا، شويه من الكاكاو متبقيين معانا نحطهم في الناحيه الكاكاو، وهكذا لغايه كده ما نخلص كل الكميه اللي موجوده معانا. عصايه الشيش طاووق بقى او خله اسنان وهنبتدي نعمل فيها شكل كده. خبطه كده ودخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. هتاخد تقريبا نص ساعه، ممكن اكتر شويه ممكن اقل شويه حسب طبيعه فرنك. احنا بنحطها في الرف اللي في النص وبنشغلها تحت بس. خلاص بقت جاهزه معانا. تعالوا بقى نقطعها مع بعض. هشه وخطيره كده وفلافي ولذيذه، انا متاكده انها هتعجبك وما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وهي دي احلى حاجه جنب كوبايه الشاي. اتمنى لكم يوم سعيد وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.